اهدى اهدى، انت اتجننت يا فتحي، ماسك خليل كده ليه؟ ظبطته، ما هو ده الحرامي بتاع قفاص العنب يا ست نعمة. يعني ايه؟ انت قلت لي تقب وتغطس وتجيب الحرامي من تحت تقاطيع الارض، ولبت عند قفاص العنب عشان اراقب مين اللي بيستلبخنا ويسرق، لحد ما ظبطته بيحمل قفاص العنب على حمار عرجه والظاهر بيروح يبيعها داير الناحيه. يا خالتي انا ازاي؟ كلام ايه اللي بتقوله ده يا فتحي؟ انت عارف خليل ده يبقى مين؟ عارف ان ابن اخت حضرتك يا ست نعمة. وحاجة مين دي؟ حاجتك يا ست نعمة. وحاجة خالته تبقى حاجته. مظبوط يا ست نعمة. في حد بيسرق حاجته يا فتحي؟ لا يا ست نعمة، بس انا شفته هو بيستخبى وبيحط قفاص العنب فوق الحمارة العرجة. مش دلوقتي؟ ايوه. طب ما هو انا اللي بعتاه. ها حضرتك اللي بتقولي له خد قفاص العنب؟ ايوه، قلت له خد 3 اقفاص وديهم هنا عند واحد جارنا. طب ده خد 6. قصدي 6. كده يبقى كلام سليم، ويبقى لسه ما عرفناش الحرامي الاولاني. انت لسه بتقول حرامي؟ لا مؤاخذة يا ست نعمة. انت برضو غلطان يا خليل، ما قلتلوش ليه قبل ما تاخد ان خالتي قالت لي؟ ايوه، ما هي دي غلطته هو بقى، وعلشان كده يعني لا مؤاخذة، يعني انا شكيت في الموضوع. لا ما تبقاش تشك تاني، خليل ده عمره ما يمد ايده. طبعا يا ست نعمة طبعا. انا المرة دي هسامحك يا فتحي، مش هجيب سيرة للبيع اللي انت عملته ده. المسامح كريم يا ست نعمة. اتفضل شوف شغلك انت. حاضر يا ست نعمة. خش قدامي يا ادخل. ايه في ايه يا خالد؟ مش مكفيه انه حرامي، لا بيسرق مننا احنا، بيسرق من الحته اللي قوياه وقويا اهله، عايز يجرسني، عايز يخلي رقبتي زي السمسمه قدام اهل المزرعه. معاش ولا كان يا اختي. انا من زمان وانا عاوز اقطم زمانة رقبته. تعال يا بسمع بس يا عبد المجيد، بس لا تقضم زمارة رقبته ولا لنا دعوه بيه خالص. انا اديته قبل كده فرصه وفرصتين. يلا يا خليل، يلا لم هدومك وفارقنا. يلا يا رجاله، اعملوا لكم همه شويه، عايزين نخلص مقطوعيه تصليح كويسه النهارده. التسهيل على الله يا ست نعمة. كله على الله. يلا يا رجاله. لا خليكم كلكم بقى في الناحيه الغربيه عشان نخلصها الاول. حاضر يا ست نعمة. بقول ايه يا عبد المجيد؟ نعم. مفيش اخبار من الواد خليل؟ من ساعة ما مشي ما رجعش. هيدوخ شويه وهيرجع. هيروح فين يعني؟ اتفضلي يا خالتي. ايه يا رفاع؟ في جماعه مهندسين زراعيين من مصر عايزينك. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. المهندس سامح عبد الرسول. اهلا وسهلا. وانا المهندس نبيل عبد الرؤوف يا فندم. اهلا وسهلا. الاستاذ كريم قال لنا نيجي نعاين الارض عشان نعمل الدراسات اللازمه. وماله، اهلا وسهلا. اتفضلوا. يلا خد بالك انت يا عبد المجيد لغايه ما ارجع. اول حموضة الرمل ما تتعبى هطلع انا. طب وانا مش هتاخر عليك. اتفضلوا. العصير. متشكرين. احنا شايفين انك بدأتي بالفعل في عملية التمهيد. ابتدينا. متهيألي نوقف الكلام ده كله دلوقتي. ليه؟ لأن الدراسات هتاخد وقت شوية. وقت قد ايه يعني؟ يعني مش أقل من 6 شهور ويمكن سنة. سنة؟ ايوه، هندرس كل حاجة على الطبيعة وناخد عينات من التربة ونحللها ونشوف نوعها وحاجات كتير قوي. وفي المدة دي نعمل ايه هما؟ نستنى نتيجة الدراسات. انتوا حضراتكم موظفين حكومة؟ ليه؟ لا ابدا، بقى سنة اقعد حاطة ايدي على خدي كده مستنية الدراسات، والفلوس اللي احنا حاطينها في الارض دي نسيبها سنة مركونة؟ طب شهر مش كفاية يا بهوات؟ ما هو احنا كمان بصراحة ورانا عمليات تانية لسه بنخلص فيها. عشان كده. والدراسات دي بقى هتكلف كتير. كل مليم هينصرف على الدراسات مش خسارة. ومش بعيد بقى تعملوا لجنة عشان تشوفوا الدراسات دي مظبوطة ولا مش مظبوطة. انت حضرتك الظاهر مش متحمسة. ما تأخذنيش يعني، انا ما اقدرش اتحمس للحاجات اللي هتقلل حماسي. انا عايزة ازرع الارض النهاردة قبل بكرة. على كل حال احنا تحت امرك. طب انا هشوف مع محمود به ونبقى نبعت لكم. طيب. نستأذن احنا. ايه الحكاية؟ ايه الزحمة اللي هناك دي؟ زحمة ايه يا نشرت بيه؟ دول العمال الزراعيين بيشتغلوا في الارض الجديدة اللي اشتراها محمود بيه سالم. ايه ده؟ بالسرعة دي؟ وليه مش بالسرعة دي؟ الست نعمة دي حاجة ما شاء الله عليها، فلاحة قرارية وشهلة وبتاعت عمل بصحيح. على كل حال هم دفعوا فيها دم قلبهم. بس بيني وبينك يا نشرت بيه،
الطريقة اللي شغالين بيها وبالسرعة دي هتخلي الأرض دي تجيب دهب. كنت أنا أولى بيها. الجار أولى بالشفعة، وأنا اللي أرضي لازقة في الأرض دي. نهايته بقى ملناش نصيب فيها وحلال عليهم. يا أخي حرمت عليهم عيشتهم. فين عبد المجيد ابوك امال؟ بيودي نقل يا خالتي. ما جاش لسه؟ زمانه جاي. اسمع يا طنطاوي. نعم. روح قول لنجية تطبخ هي النهارده، مش هقدر اسيب العمال وهم بيشتغلوا. حاضر يا خالتي. اوعى يلا خالتي. ايه يا رفاعي في ايه؟ نجحت يا خالتي. صحيح يا رفاعي؟ خدت ثانويه العامه. مبروك يا حبيبي، الف مبروك. الله يبارك فيك يا خالتي. البركه فيك انت بقى. البركه في ربنا وشطارتك انت. قلت لامك؟ لا انا جيت عليك على طول. طب روح فرحها قوام. يلا حاضر يا خالتي حاضر. يلا يا أست نعمة تعالي أوام. في ايه يا عبد المجيد؟ هيبة بالويبة، العمال بطلوا يشتغلوا واقفين. ليه حصل ايه؟ حاجة ما كانتش في الحسبان ولا كلنا عاملين حسابها. طب فيه ايه بس قول. في عيب خطير في الأرض. لما العمال شرقوا وبدأوا يشتغلوا لقوا الأرض زلطية وكلها حتت متحجرة. ايه؟ طلع لنا منين الحجر والزلط ده؟ ده ما كانش على البال. كل ما يدقوا يطلع زلط، يجرفوا يطلع زلط. تعالى وريني. فين الحتت دي؟ هنا يا ست. تعالي حضرتك شوف يا ست نعمة. ياه، دي ما كانتش باينه. ما احنا لما جينا نسوي الارض ونجرفها انكشفت. طب والحل؟ لازم نطهر الزلط الكبير ده كله. طبعا. بس بالطريقة دي هتاخد وقت ومجهود جامد جدا. لو هنشتغل بايدينا مش هنخلص ابدا، لازم نجيب مكن. في قواطيع وكركات الحاجات دي مخصوص يا سعد مجيد. ودي مشكلة ايدي اللي ما كناش عاملين حسابها. طيب معلش هنشتغل في الحتت السالكة ونسيب دي دلوقتي. هو في حتة بنشتغل فيها سالكة؟ دي كلها تقريبا مزلطة. طب اتفضلوا روحوا شوفوا شغلكم انتوا. روحوا. يا خيبتك يا نعمة، يا خيبتك التقيلة. ازاي غلطت الغلطة دي؟ بتتكلم جد؟ زي ما بقول لحضرتك كده. علشان يطهروا الارض من الزلط عايزين الشياطين الحمر. يعني ربنا بيحبنا انهم شربوها. دول شربوا مقلب العمر. غير المجهود والمصاريف اللي هيصرفوها. على رأي حضرتك انا لو منهم اصرف نظر عن الارض واقول عليه العوض ومنه العوض في تمنها، احسن ما كوع تاني على الفاضي. لا، نعمة دي دماغها ناشفة قوي، مش سهل تعمل كده. خلاص تعد الرمل ولا اقول لك تعد الزلط. المهم ان فلوس حضرتك حلال. ان جيت للحق حلال بلال. اقدر ادخل؟ اهلا يا كاميليا، اتفضلي. اصل فت على رجيه وما لقيتهاش. هي نزلت بدري شويه. ما هم قالوا لي، بس الحقيقه بقى ما خلصنيش امشي قبل ما اسلم عليك. الله يسلمك. وبالمناسبه عندي مشكله كده عايزه اعرضها عليك، ولا انت ما عندكش وقت؟ لا ابدا ابدا يا كاميليا، تحت امرك. اصلي عايزه احضر دكتوراه. برافو كاميليا. بس مش عارفه احضرها في العماره ولا في تخطيط المدينه. انت رايك ايه؟ الحقيقه انا افضل تخطيط المدن، لان في دراسات علميه كتيره قوي في العماره، لكن تخطيط المدن ده مش كتير. ده من ناحيه.